بيبدأ الفيلم مع بنت اسمها أليكس وهي قاعدة مع أصحابها في حفلة وبيلعبوا مع بعض لعبة تحديات، واللي بيخسر منهم التحدي بيجبروه يشرب كل الكوبايات اللي على الترابيزة، لحد ما أليكس بتمسك تليفونها وبتشوف كورت صاحبتها في صورة ومعاها أكل كتير، وبتقول لهم إنها بتقدر تاكل أي حاجة هي عايزاها من غير ما تتخن، وإنها عرفت تنظم أكلها بسبب برنامج بيساعدها تنظم السعرات الحرارية في جسمها. والفكرة بتعجب صاحبتها وبتبقى عايزة تعرف اسم البرنامج، فبتوري لهم شكله وبتقول لهم إن اسمه العد التنازلي للرشاقة. ولما بتبحث عنه صاحبتها بيطلع لها برنامج تاني بنفس الاسم ولكن شكله غريب، وبتقرأ لهم الوصف بتاعه فبتلاقيه بيحسب عمر الإنسان وبيعرفه هيموت امتى بالأيام والساعات، وبيضحكوا كلهم على تفاهة البرنامج وإنه أكيد مش حقيقي، وبيقرروا إنهم يغيروا التحدي وينزلوه كلهم، واللي هيطلع فيهم أقل واحد في العمر هيبقى هو الخسران وهيشرب كل الكوبايات اللي على الترابيزة. فبتخاف كورت من الفكرة ولكنها بتتردد إنها تتراجع لأنهم هيتريقوا عليها وهتخسر التحدي، وبتضطر إنها تحمل البرنامج وبتوافق على شروط المستخدم من غير ما تقرأها. وفعلا بيحملوا البرنامج وكل واحد بيطلع له الوقت الباقي من عمره، واغلبهم بيظهر لهم ارقام كبيرة زي اللي هيعيش 63 سنة واللي هيعيش 32 سنة، الا كورت هي الوحيدة اللي بيكون فاضل لها 3 ساعات بس، ولانها اقل واحدة فيهم بتخسر التحدي. وبيجي حبيبها يساعدها وبيشرب معاها الكوبايات، وبعدها بتخلص الحفلة وبتخرج كورت مع حبيبها واللي بيكون سكران بسبب الكمية الكبيرة اللي شربوها، وكورت تطلب منه ينزلوا من العربية ويمشوا لحد البيت بتاعها احسن لهم، وده لانه سكران ومش هينفع يسوق العربية بالشكل ده. ولكن ايفن حبيبها بيحاول يطمنها بانه فايق وهيعرف يسوق، وبيقول لها ان بلاش شوية العاب غبية وسخيفة يأثروا على تفكيرها ويخلوها تخاف، وان اكيد البرنامج ده مش حقيقي، ولكنها بتصمم انها ما تركبش معاه في الحالة دي وبتنزل تمشي لوحدها. واول ما بتنزل من العربية بيجي لها اشعار من البرنامج بانها خلفت شروط المستخدم اللي وافقت عليها قبل كده من غير ما تقراها، وان كده قدامها 7 دقايق بس وهتموت. فبتخاف كورت اكتر وبتكمل مشي، لكن بتحاول تقنع نفسها ان ده مجرد برنامج وانها لازم تسيطر على نفسها وتهدى شوية. واثناء ما هي راجعة في الطريق بتلاحظ وجود شخص واقف قدامها، فبتمشي بهدوء علشان تتأكد منه، ولكن بتلاقي انها موهومة ودي مجرد اكياس زبالة مرمية في الشارع. وفي نفس الوقت ده بيكون في حاجة سودة بتتحرك قصادها الناحية التانية، وفجأة بيضرب صوت الاشعار وبتتخض منه، وبيبان في البرنامج ان فاضل دقيقة واحدة بس في عمرها، فبتطلع تجري وبتدخل بيتها بسرعة وهي مرعوبة، وبتحاول تهدي نفسها وبتدخل الحمام علشان تشرب مية، ولكنها بتحس ان في حد موجود معاها جوه الحمام، وبتسمع صوت ورا ستارة البانيو، فبتفتحها بسرعة علشان تتأكد ولكن ما بتلاقيش وراها حد. ولما بترجع علشان تكمل شرب بتسمع صوت الستارة بتتهز تاني، ولما بتيجي تفتحها بتتسحب للسقف وبتقع على حرف البانيو، وبتموت اول ما بينتهي العد التنازلي للبرنامج. وفي نفس الوقت ده بيكون ايفن حبيبها عمل حادثة بعربيته ودخل في شجرة، والغريب ان غصن من الشجرة دي دخل في الكرسي اللي جنبه واللي المفروض ان كورت كانت قاعدة عليه، وانها كانت هتموت بالشكل ده، ولكن علشان حاولت تخالف مسارها ماتت بالشكل الغريب ده في بيتها. وايفن لما انتقل للمستشفى بسبب الحادثة اللي عملها كان قاعد لوحده في مكان معزول من المستشفى، وبيبقى منتظرهم يجهزوا غرفة العمليات علشان هيعمل عملية في رجله، وكوين تبقى الممرضة اللي مسؤولة عن حالته في المستشفى، واللي بتلاحظ انه قاعد لوحده وشكله قلقان وخايف، فبتحاول تتكلم معاه علشان حالته النفسية. ولما بيحكي لها عن البرنامج بيبقى قدامه 19 ساعة بس وهيموت، وتقريبا ده نفس الوقت اللي هيكون موجود فيه جوه العملية، وبيبقى متأكد انه هيموت وهو بيعمل العملية دي. ولما كوين بتلاقيه مكتئب بتحاول تهديه وبتقول له ان ده مجرد برنامج على التليفون واكيد انه هيطلع برنامج مزيف في الاخر، فبيقول لها انه كان فاكر كده هو كمان لحد ما عمل الحادثة، وبيحكي لها على قصة حبيبته وانها ماتت في ظروف غامضة في بيتها، وده حصل في نفس الوقت اللي البرنامج حدده، وكمان لو كانت ركبت معاه العربية كانت هتموت بسبب غصن الشجرة اللي دخل في الكرسي بتاعها. وبيحاول يفهمها ان ده مش مجرد برنامج عادي وانه هيموت فعلا بعد انتهاء العد التنازلي للبرنامج، ولكنها بتبقى مش مقتنعة بفكرة ان البرنامج ممكن يتحكم في حياة الناس، وبتقنعه ان ده برنامج معمول علشان يخوف الناس مش اكتر، وان اللي حصل ده مجرد صدفة، وبتقدر تهديه شوية وبترجعه لأوضته. وبعدها بترجع كوين لزمايلها وبتلاقيهم عاملين لها حفلة، وده علشان هي قدرت تخلص فترة تدريبها ورسميا بقت ممرضة معاهم في المستشفى. وخلال ما هم بيحتفلوا مع بعض وبيتكلموا بتحكي لهم كوين على برنامج العد التنازلي اللي بيقدر يكتشف ميعاد موت الانسان، وواحد من زمايلها بيقرر انه ينزل البرنامج ويتسلى شوية، وبيظهر انه هيموت بعد 53 سنة، وبيطلب من الباقيين ينزلوا البرنامج ويشوفوا فاضل لهم قد ايه في عمرهم. وفعلا معظمهم بينزل البرنامج بدافع التسلية، وبيكون منهم دكتور زميل كوين واللي بيظهر انه قدامه 75 سنة ويموت، وكلهم بيعتبروا الموضوع مسلي. وقبل ما الباقيين ينزلوا البرنامج بتدخل عليهم ست فاقدة الوعي لقسم الطوارئ،
الطوارئ، وكلهم بيجروا علشان يساعدوها. وفي نهاية اليوم بتكون كوين خلصت شغلها ومروحة، ولكن قبل ما تمشي بتفتكر البرنامج وبتبقى عايزة انها تجربه، وفعلا بتنزل البرنامج وبيظهر انها هتموت في خلال يومين و22 ساعة. فبتتوتر كوين اول ما بتشوف الزمن ده، ولكنها بتحاول تقنع نفسها بالكلام اللي كانت بتقوله لإيفن لما كانت بتحاول تهديه. ولما بتوصل بيتها بتحاول تشغل نفسها في الاوراق اللي مطلوبة منها، وده علشان من بكرة هيتم اعتمادها كممرضة رسمية. وبتعرف انها لازم تروح بيت اهلها علشان تجيب شهادة الميلاد بتاعتها، وهناك بتقابل اختها الصغيرة جوردن. وبيكون واضح ان علاقة كوين باختها مش كويسة، وده بسبب انشغال كوين عنها الفترة الاخيرة، وخصوصا بعد وفاة امهم. ومن بعدها بعدوا عن بعض هما الاتنين. وقبل ما كوين بتاخد ورقها وتمشي، ابوها بيصحى من النوم وبيسلم عليها وبيعرض عليها تقعد معاهم شوية، بس كوين بتعتذر له لان عندها شغل كتير ولازم تسهر تخلصه. فبيطلب منها تروح معاهم يوم السبت علشان يزوروا قبر امها، وبتوافق كوين انها تروح معاهم وبتودعه وبتمشي. وتاني يوم بتيجي الممرضة علشان تجهز ايفن للعملية، ولكنه بيبقى خايف ومش مركز معاها لانه بيكون شايف في البرنامج ان فاضل 3 دقايق بس وهيموت. وعلشان هو مش عايز يموت بيقرر ما يدخلش العملية دي، وبيقوم علشان يهرب من المستشفى من غير ما حد ياخد باله. وبمجرد ما بيبدأ يخرج من اوضته بيجيله اشعار من البرنامج انه خالف اتفاقية المستخدم. ولما بيكمل طريقه بيلاحظ ان في حد موجود وراه في مرايات الممر، ولكن بيبص وراه مش بيلاقي حاجة. فبيترعب اكتر وبيحاول يهرب عن طريق سلم الطوارئ، لكن فجأة النور بيتقطع وبيشوف كورت حبيبته واقفة قدامه بظهرها، وبيبقى مش مصدق نفسه. وفجأة بتلفله وبيكون شكلها مرعب وبتهجم عليه. وفي اللحظة دي بيقع تليفونه في الدور الارضي، وهو بينزل وراه في نفس اللحظة اللي العد التنازلي بينتهي فيها. وبعدها بنشوف كوين وهي لسه واصلة للمستشفى، وبتلاحظ ان اهل ايفن بيتكلموا مع الدكتور زميلها وهم بيعيطوا. بتعرف كوين من زميلتها ان ايفن انتحر بشكل مريب، فبتخاف كوين اول ما بتعرف الكلام ده، خصوصا لما بتفتكر ان ايفن كان قال لها ان تقريبا ده الوقت اللي هو هيموت فيه، وعلشان كده كان خايف يدخل العملية. ولانها بتكون شاكة ان كلام ايفن عن البرنامج ممكن يطلع حقيقي، بتقرر تروح تتأكد من الكلام ده. وبتدخل اوضة ايفن علشان تاخد تليفونه، ولما بتجرب تفتح البرنامج بتلاقي التليفون مقفول ومش بيفتح غير بالبصمة. وعلشان هي ممرضة بتقدر تدخل لمشرحة المستشفى، وبتطلع جثة ايفن وبتستخدم بصمة صباعه ولكنه مش بيفتح. فبتضطر تفتحه ببصمة الوجه وبيتفتح اخيرا، وبتلاقي كل العدادات مصفرة. وفجأة بيقع منها التليفون على الارض، ولما بتنزل على الارض علشان تجيبه وبتقوم تاني بتلاقي ايفن باصص ناحيتها بشكل مرعب. ورغم كده بتحاول تقنع نفسها ان ممكن تكون رقبته اتحركت لوحدها علشان مكسورة، وبترجع الجثة لمكانها بسرعة قبل ما حد يدخل عليها. وبعدها بتروح تفتح البرنامج من على تليفونها، وبتلاقي العداد بيقل وفاضل لها يوم و22 ساعة. فبتدخل على التقويم علشان تعرف اليوم ده موافق يوم ايه. فبتلاقي ان اليوم ده هو نفس اليوم اللي هتزور فيه قبر امها مع ابوها واختها. فبتتصل بابوها وبتقول له ان عندها شغل كتير يوم السبت وانها مش هتقدر تروح معاهم، وبتوعده انها هتروح معاهم مرة تانية. ولما بتقفل بتلاقي في اشعار من البرنامج انها خلفت اتفاقية المستخدم، وبيظهر نفس الحاجة السوداء في الأوضة اللي جنبها. وفجأة الدكتور بيطلب منها تساعده في الشغل، ولما بتروح معاه بيبدأ يقرب منها وبيحاول يعتدي عليها. فبتدافع عن نفسها وبتبعده عنها، ولما بيلاقيها متضايقة من تصرفاته بيعتذر لها، وبيفضل يبرر موقفه بأنه كان فاكرها معجبة بيه، ولكنها مش بتقبل منه كلامه وبتسيبه وبتطلع. وأول ما بتخرج بتلاقي رئيسة الممرضين بره، وقبل ما تحكي لها اللي حصل بينده الدكتور على رئيسة الممرضين وبيطلب منها شغل علشان يشغلها عن كوين ويلحق يتصرف. وبعدها بالليل بترجع كوين للبيت وبتبدأ تبحث عن طريقة تعرف تمسح بيها البرنامج ده، ولكن كل الطرق بتفشل والبرنامج مش بيتمسح من على التليفون. فبتبدأ تبحث عن البرنامج اكتر علشان تعرف عنه معلومات، وبتلاحظ ان كل الناس اللي جربوا البرنامج ماتوا بالفعل في حوادث غامضة. ولما بتشوف صورة بنت منهم بتحس انها شافتها قبل كده، فبتطلع تليفون ايفن بسرعة وبتتصدم لما بتلاحظ ان البنت دي تبقى حبيبة ايفن. وبعد ما بتخلص بحث عن البرنامج بتتفاجئ بايفن قاعد قدامها وبيكون شكله مرعب. فبتترعب كوين وبتمسك تليفونها وبتكسره، وبتنزل تنام في عربيتها علشان بتكون خايفة تفضل في البيت لوحدها. وتاني يوم بتصحى كوين على صوت اختها جوردن وهي بتصحيها، وبتبقى اختها مستغربة ومش فاهمة ليه كوين نايمة في العربية. وبتستغرب اكتر لما بتلاقي تليفون كوين متكسر على الارض. فبتاخد التليفون وبتفتحه وبتلاقي فيه اشعار من برنامج غريب ومكتوب فيه ان فاضل يوم واحد بس. فبتسألها برنامج ايه ده وفاضل يوم واحد على ايه بالظبط. فبترفض كوين انها تجاوب وبتطلب منها تسيبها تركز علشان هي مش فاضيالها دلوقتي. وهنا جوردن فضولها بيزيد وبتبقى عايزة تعرف البرنامج ده بتاع ايه. فبتطلع تليفونها وبتبحث عن البرنامج، وبتعرف ان هو بيظهر للشخص ميعاد موته. وبتبدأ تربط الاحداث ببعضها وبتفهم ليه كوين خايفة بالشكل ده، وده بسبب ان البرنامج ظهر لها ان باقي يوم واحد بس وتموت. ولكن جوردن مش بتصدق الكلام ده وبتبدأ تضحك على كوين، وبتظن انها مكبرة الموضوع
الموضوع وخايفة زيادة عن اللزوم، وبتقول لها انها ما ينفعش تصدق الخرافات دي، وده لانها عايزة تقعد عندها كام يوم علشان ابوها مسافر تبع الشغل. فبترفض كوين وبتقول لها انها مشغولة الفترة دي والوقت مش مناسب تماما علشان تقعد معاها. فبتزعل جوردن من اختها وبتسيبها وبتمشي، وبعدها بتروح كوين لمحل موبايلات علشان تشتري موبايل جديد، وبالفعل بتشتري موبايل وبتشغله وبتطمن ان كل حاجة في التليفون كويسة. لكن قبل ما تخرج من المحل بتتفاجئ ان البرنامج اتحمل بشكل تلقائي على التليفون الجديد. فبترجع بسرعة لصاحب المحل وبتسأله ليه البرنامج ده اتثبت لوحده. فبيستغرب صاحب المحل هو كمان وبيقول لها ان هو مش عارف البرنامج ده بتاع ايه وان هو ما كانش موجود على الموبايل قبل كده، لكنه يقدر يمسحه عادي بمنتهى السهولة. وبياخد منها التليفون علشان يمسح البرنامج بنفسه، لكن البرنامج مش بيتمسح. فبتاخد كوين التليفون منه وبتمشي وهي متعصبة. وبيكون في شاب سمعها وهي بتتكلم مع صاحب المحل وبيسأله عن البرنامج اللي كانوا بيتكلموا عليه. وفي الوقت ده بتكون كوين ركبت عربيتها وبتلاقي ان فاضل لها 21 ساعة، وبتشوف في الكاميرا الخلفية حاجة واقفة ورا العربية، وفجأة بتظهر ايد وبتحاول تخنقها. فبتنزل كوين من العربية وهي مرعوبة وخايفة، وبتلاقي الشاب اللي سمعها وهي بتتكلم في المحل واقف جنبها وبيطلع تليفونه وبيعرفها ان هو كمان محمل البرنامج زيها، بس هو بيكون فاضله 18 ساعة بس وهيموت. فبيروحوا هما الاتنين يقعدوا في البار علشان يتكلموا، وبيعرفها ان اسمه مات وبيحكوا لبعض عن اللي حصل من ساعة ما نزلوا البرنامج. وكوين بتسأله اذا كان قرأ شروط اتفاقية المستخدم ولا لا، وده لان مش طبيعي كل شوية يجي لهم اشعار بمخالفة الاتفاقية وهم اصلا ما قرأوهاش. ولكن مات هو كمان بيكون ما قرأش الاتفاقية، بس بيقترح عليها فكرة، وانهم لو قدروا يخلوا حد جديد ينزل البرنامج وقتها يقدروا يفتحوا شروط المستخدم ويقروها. وبالفعل بيقدر مات يقنع شخص من اللي موجودين ويخليه ينزل البرنامج علشان يعرفوا يقروا الشروط. وبيلاقوا ان هم كان المفروض يموتوا بطريقة معينة لكنهم خالفوا الطريقة دي، وده بعد ما الشخص بيشك في الحاجة اللي هو كان المفروض هيموت فيها. وبتفتكر كوين انها كان المفروض تخرج مع ابوها واختها، ولما قررت تلغي الميعاد جالها اشعار مخالفة الشروط. وبيفتكر مات هو كمان انه كان المفروض يسافر بالقطر علشان يزور عمته، لكنه لغى الرحلة لانه كان خايف يموت فيها. وبتفتكر كوين انها تعرف شخص ممكن يفيدهم في الموضوع ده، وبتروح المستشفى علشان تقابل القسيس اللي بيشتغل معاها، ولكنه مش بيعرف ايه اللي المفروض يعمله، وده لانه بيحس ان الموضوع اكبر منه. ولكنه بيديلهم عنوان شخص تاني هيعرف يساعدهم. وقبل ما يمشوا بيجي استدعاء لكوين من ادارة المستشفى، ومات بيسيبها وبيروح يدخل الحمام، وهناك النور بيقطع وبيبدأ مات يسمع صوت حد معاه في الحمام. وفجأة بيظهر طفل شكله مرعب وبيهجم عليه، لكن اول ما النور بيرجع تاني الطفل ده بيختفي تماما وكأن مفيش حاجة حصلت. وفي نفس الوقت ده بتكون كوين قاعدة مع الإدارة وبتلاقيهم استدعوها علشان الدكتور مقدم فيها شكوى، وقال ايه انها حاولت تتحرش بيه اثناء العمل. وللاسف الإدارة بتصدقه وبتقرر توقف كوين عن العمل. فبتحاول كوين تفهمهم انها هي الضحية وان هو اللي حاول يتحرش بيها، لكنهم بيصمموا على قرارهم ده لحد ما يحققوا في الموضوع وتظهر الحقيقة. وبعدها لما كوين ومات بيوصلوا للشخص اللي قال لهم عليه القسيس، بيحكوا له على الكيان المرعب اللي بيطاردهم. فبيعرفهم ان قصتهم دي شبه اسطورة قديمة، والاسطورة دي بتدور قصتها عن مخطوطة بتعرف الاشخاص ميعاد موتهم، لكن اي شخص بيحاول يخالف مصيره ويتجنب موته بيتم مطاردته من شيطان، ومهمة الشيطان ده انه يعذب الاشخاص ويرعبهم لحد ما يجي ميعاد موتهم. وبيقول لهم ان اللي بيحصل لهم ده اكيد بسبب انهم غيروا مصيرهم وحاولوا يتجنبوا موتهم. وبيقول لهم ان في حاجة صغيرة ممكن تحل مشكلتهم دي، وده بانهم يخترقوا البرنامج، ولو قدروا يغيروا في البرمجة بتاعته وقتها ممكن يعدلوا تاريخ موتهم. فبتعجبهم الفكرة دي وبيروحوا للشخص اللي كوين اشترت منه التليفون وبيطلبوا مساعدته في اختراق البرنامج. ولما بيوافق على مساعدتهم بيلاقي مساحة تخزين البرنامج كبيرة، وده بيدل ان اكواد البرمجة بتاعته ممكن تطلع صعبة شوية، ولكن في النهاية الشخص ده بيقدر يخترقه. ولكن كوين بتتفاجئ ان اسم اختها موجود في نظام البرنامج، فبتفهم ان هي كمان نزلته، وبتعرف ان هي واختها تقريبا هيموتوا في نفس الوقت، ولانهم كانوا هيسافروا مع بعض يزوروا قبر امهم، فمن الواضح ان هما الاتنين كانوا هيموتوا في الرحلة دي. وفي نفس الوقت ده بتتفاجئ اختها بتغير العد التنازلي للبرنامج. وبعدها مات بيعرض على كوين انهم يسهروا مع بعض ويحتفلوا، وبيروحوا هما الاتنين على البيت وبيقعدوا يتكلموا سوا. ولما كوين بترتاح معاه في الكلام بتحكي له انها كانت السبب في موت امها زمان، وده لان في يوم كوين خرجت من ورا اهلها علشان تحتفل مع اصحابها، وبسبب انها اتاخرت في اليوم ده بره البيت امها لاحظت غيابها وخرجت تدور عليها بالليل. ولما كانت بتدور عليها عملت حادثه وماتت. ولانها بتفضل حاسه بالذنب وبتلوم نفسها على موت امها بيفضل مات يواسيها وبيحكي لها ان اكتر حاجه هو ندمان عليها انه ما كانش قريب من اخوه الصغير، وانه كان احيانا بيغير منه، وده لحد ما اخوه اتصاب بمرض خطير وتوفى، وانه حاليا ندمان على كل لحظه ضيعها بعيد عنه وعلى المعامله القاسيه اللي كان بيعامل اخوه بيها. وبعدها بشويه واثناء
لما بتكون كوين نايمة بتصحى على صوت جاي من بره الأوضة، وبما إن مات نايم جنبها فبتحاول تصحيه بهدوء وبتعرفه إنها سامعة صوت بره. لكن فجأة مات بيدخل عليها من بره، وبتتفاجئ كوين بإيد مرعبة بتمسكها، فبتصرخ لحد ما الإيد المرعبة دي بتختفي، ومات بيقعد معاها وبيحاول يهديها. لكن المفاجأة إن العدادات اللي في البرنامج بترجع لوقتها الطبيعي قبل التعديل، وبيكون قدام كوين وأختها في الوقت ده 4 ساعات بس، ومات بيكون فاضله ساعتين. وأول ما بيروحوا البيت علشان ياخدوا جوردن أختها بتكون مرعوبة ومنهارة لأنها كمان بدأت تشوف حاجات غريبة في البيت، فبياخدوها وبيرجعوا بيها للقسيس تاني، ولكنه بيقول لهم إن البرنامج ده ملعون ومفيش غير حلين 2 بس لكسر اللعنة دي. والحل الأول إن لازم شخص من اللي محملين البرنامج يموت قبل ما العداد اللي في البرنامج يخلص، وبكده يبقى البرنامج غلط في حساب الوقت اللي هيموت فيه. والحل التاني إن شخص من اللي محملين البرنامج يعيش ولو ثانية واحدة بس زيادة عن العداد. وطبعا بيقرروا يلجأوا للحل التاني، وإنهم يحاولوا يحموا نفسهم من الموت على قد ما يقدروا علشان يكسروا اللعنة. والقسيس بيقول لهم إن في شوية طقوس يقدر يعملها، والطقوس دي ممكن تحميهم لحد ما العداد ينتهي. وفورا بيبدأ القسيس يجهز الطقوس بسرعة، وبيقول لهم يفضلوا جوه النجمة دي وما يخرجوش منها مهما حصل. وبيكون فاضل في العداد بتاع مات دقيقتين بس، ومات بيكون خايف ومرعوب ومش مصدق إن النجمة دي ممكن تحميه. لكن كوين بتهديه وبتطمنه إن كل حاجة هتبقى تمام. ولما بيقفوا كلهم جوه النجمة اللي عملها القسيس، الشيطان ما بيقدرش يدخل جواها، لكنه بيقدر يخدع مات وبيخليه يشوف أخوه الصغير قدامه. فبيتأثر مات أول ما بيشوف أخوه وبيخرج من النجمة، وبمجرد ما بيخرج منها بيسحبه وبيطلعه بره وبيسيبه في نص الطريق. فبتخرج كوين وراه بسرعة علشان تنقذه، لكن بتيجي عربية وبتخبطه وبيموت قدام عينيها في نفس الوقت اللي العداد بتاع مات بينتهي فيه. وجوردن بتحاول تواسي أختها وتهون عليها، وبتلاحظ كوين إن أختها بتنزف لأنها اتجرحت لما كانت بتحاول تجري وراهم. فبتاخدها كوين للمستشفى بسرعة، وهناك بيعملوا لها اللازم. وبالصدفة كوين بتشوف في التلفزيون خبر حادث للقطر واللي المفروض إن مات كان هيسافر بيه، وبتنده عليها ممرضة زميلتها وبتقول لها إن هي معاها ومش هتسيبها لو بتفكر تاخد حقها من الدكتور، وإنها عارفة ومتأكدة إنها مظلومة. ومن ده كوين بتفهم إنها مش أول واحدة الدكتور يحاول يتحرش بيها. ولما بتشوفه واقف مع جوردن أختها وبيحط إيده على جسمها بتفتكر إن هو كمان نزل البرنامج، ولكن العداد بتاعه كان رقمه كبير. فبتقرر كوين إنها تتصرف وتحاول تكسر اللعنة عن طريق الحل الأول، وده بإنها تقتل الدكتور قبل ميعاد موته علشان تكسر اللعنة وتعيش هي وأختها. ولكن بيبقى فاضل لكوين 18 دقيقة بس، فبتروح للدكتور وبتطلب منه مساعدتها علشان ترجع لشغلها، وبتحاول تغريه علشان يسحب الشكوى اللي رفعها ضدها مقابل إنها تعمل له اللي هو عايزه. وبتتفق معاه إنهم يتقابلوا في جناح مغلق في المستشفى، وفعلا بيروح علشان يقابلها هناك. وخلال ما هو بيدور عليها بتيجي من وراه فجأة وبتضربه بحديدة علشان يقع، وتقدر تحقنه بمورفين زيادة علشان يموت. ولكن بيتسحب من قدامها في آخر لحظة، وبتفهم إن الشيطان هو اللي أنقذه علشان اللعنة ما تنكسرش. وكده بيكون فاضل دقيقة لجوردن قبل ما تموت. ولما بتحاول إنها تدور على كوين المكان بيبقى ضلمة ومش بتعرف توصل لها، وبسبب الضلمة كوين بتعرف تستخبى وتمسك الدكتور تاني. ولما بتطلع الحقنة علشان تحقنه بيها بتتخبط وبتطير بعيد عنه، فبيعرف يهرب منها. فبتقرر كوين إنها لازم تلحق أختها قبل ما العداد ينتهي، وبتجيب شوية أدوية وحقنة وبتروح لجوردن. وفي نفس الوقت بيكون فاضل لجوردن أقل من دقيقة، وقبل ما كوين تحقن نفسها بيحاول الشيطان يخدعها وبيتجسد في شكل أمها علشان دي نقطة ضعفها. ولكن كوين ما بتتخدعش وبتحقن نفسها بالحقنة وبتموت. وساعتها اللعنة بتتكسر والشيطان بيتدمر. ولما جوردن بتقرب منها وهي منهارة وبتبكي علشان أختها ماتت، بتلاقي مكتوب على دراع كوين اسم دواء، فبتفهم إن ده المصل المضاد لحقنة المورفين. وبتلاقي إن كوين رسمت دايرة على دراعها، فبتفهم إن ده المكان اللي لازم تحقنها فيه بالحقنة التانية، وبتقدر تخليها تفوق تاني. وبكده كوين قدرت تتغلب على لعنة الشيطان وتنقذ أختها الوحيدة من الموت. وبعد فترة بنشوفهم مع أبوهم وهم بيزوروا قبر أمهم، وبيبقى واضح إنهم بقوا قريبين من بعض على عكس الأول. وجوردن بتشوف خبر الدكتور اتقبض عليه في قضايا تحرش كتير، وده لحد ما بيجي إشعار لكوين من نفس البرنامج ومكتوب فيه إن تم تثبيت تحديث جديد للبرنامج. فبنفهم إن الحكاية لسه ما خلصتش وممكن يكون في جزء تاني للفيلم، بس لحد هنا وبيخلص الجزء الأول. وما تنسوش إن دعمكم للقناة هو اللي بيخلي القناة تستمر في تنزيل الملخصات. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو الملخص عجبكم، ولو حابين تشوفوا الملخصات اللي هتنزل بعد كده اشتركوا في القناة. وسلام.